النهاردة هعرفكم أسرار صناعة الفول المدمس في البيت، يعني خبرات سنين من تدميسي للفول هقولها لكم في الفيديو الصغير ده. عشان الفول يطلع معانا مزبد وطري بالقشرة طرية ولونه ما يغيرش لازم ننقع الفول على الأقل 8 ساعات. أنا بنقعه من قبلها بيوم، لازم الفولية حجمها يزيد كده عشان ما تشربش مية كتير في الدمسة واحنا بنسويه. أنا بزود عليه فول مدشوش وعدس أصفر بس. بحط نص تقريبا كيلو من الفول المدمس، وبحط عليه نص كوباية من العدس ونص من الفول المدشوش، وبزود المية المغلية ولازم تكون مغلية مش باردة لحد العلامة اللي انا وريتها لكم دي. انا بحب جدا اسويه على السخان في البيت لانه لازم يستوي على نار هادية، لا حلة مضغوطة ولا نار عالية ولا حلة ولا الكلام ده، في الدماسة وعلى نار هادية. وبحطه على النار الواطية لحد ما اتأكد انه مش بيشرب مية، وبعد كده بنقله على السخان لما يكون سخن. الفيديو هنا ما صورش، انا زودت طماطمايه صغيره ورشه من الكركم، ودي حاجه اختياري ممكن تزودوها ممكن لا. بسيبه بقى من قبل الفطار لحد وقت السحور، فافتح عليه هتشوفوا الفول مدمس جميل طري مزبت. مفيش حاجه اسمها نزود نشا ولا دقيق ولا الكلام ده، مفيش بتاع فول بيزود الكلام ده. احنا هنلاقي الصوص بتاعه تقيل لوحده، ولما يبرد هيتقل كمان معانا. جربوه وادعولي وبالهنا والشفا.